من اليوم ما تزيديش تقولي ما نعرفش ولا ما ينجح ولا ما عنديش باتران باش نعجن. هاد الوصفه راهي ليك. هاد المسمن اكسبريس بلاد ليك. في ان ريسيبيون نحط 2 كيلو تاع سميد متوسط رايح للرطب ولا رطب مع مغرفه صغيره تاع الملح، رشه خميره، مغرفه صغيره تاع العسل، كيلو ونص تاع الماء. ضربهم بالبغا ميكسور لازم ولا لو بلاندر حتى يطلق لي هذاك السميد العلك تاعو. درك نزيد الفرينه اللي كانت عندي كيلو، كل واحد شحال تاخذ له. نلم غير بيديا، قلت لكم ما نعجنوش، نخلي العجينه ترتاح 20 دقيقه من بعد نقرصهم. ندهن وجه الحبه بالزيت ونغطيهم بالفيلم اليمونتير. من بعد نخليهم تاني يرتاحوا من 30 دقيقه وطلع. ناخذ اون بول نغطسها في الزيت ونفتح مليح الاطراف بهذاك الشكل. كي تنحلي بصبعتي نبدا نفتح ونجبد في العجينه مليح. هنايا نرش بشويه زيت ونطبقها بهذه الطريقه. نخدم كامل الكراير تاعي على ضربه باش نولي للحبه الاولى اللي فتحت ونزيد نفتحها، وباش يخرج لكم على حبه. واذا كنتوا تخافوا ترفدوهم استعملوا ورق الزبده وفتحوا عليه. طيبوهم في طاجين يكون سخون ومدهون. صراحه النتيجه ابهرتني، جا ملحم مو مفشفش. البنه ما نحكيش، جربوه على ضمانتي. ردوا لي بالخبر، نقول لكم هذا تخرجت ان شاء الله. سلام.